السلام عليكم، اهلا بيكم. فيديو النهارده هنعمل زينه بالمكرميه سهله جدا، نقدر نشتغلها ان شاء الله بكل سهوله. لو اول مره تشوفي قناتي، انا قناه كروشيه كوين. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد. اول حاجه انا بحتاج هنا خيط للتثبيت، واحتاج هنا 8 خيوط، كل فتله منهم 70 سنتي. هبدأ بقى اتني الفتله بالشكل بالمنتصف، وبعد كده هعمل اول عقدة تثبيت بالشكل ده. طبعا كل فتلة زي ما انا قلت 70 سنتي بتنيها بالمنتصف، بدخلها من تحت الخيط واعمل عقدة تثبيت خلفية بالشكل ده. هثبت التمن خيوط. هبدأ بقى اشتغل العقدة بتاعتي، هي طبعا العقدة البسيطة او العقدة المربعة. طبعا العقدة بتتكون من 4 خيوط بالشكل ده. اوسع الخيوط عشان اقدر اشتغل كويس. انا هشتغل طبعا اول حاجة بالفتلة اليمين، هلفها الاول حرف الفول بالشكل ده، والفتلة الشمال عليها، والفتلة الشمال بتعدي من تحت الخيوط. هعدي الفتلة الشمال من تحت الخيوط، وبعد كده من داخل الحلقة، واسحب الخيط بتاعي وهكون عقدة. طبعا العقدة المربعة بتتكون من عقدتين، دي اول عقدة معانا، وبعد كده هنعمل عقدة كمان عشان نقفل ال العقدة المربعة. طبعا هشتغل بقى بعد كده بالتبادل بالفتلة الشمال، بعملها حرف الفور وبعد الفتلة اليمين من تحت الخيوط ومن داخل الحلقة. كده انا كونت اول عقدة مربعة او العقدة البسيطة. بعد كده باخد 4 خيوط كمان وبشتغل بنفس النظام. يعني دايما ببدأ من الناحية اليمين، بعمل كده بالشكل ده الفتلة اليمين حرف الفور، والفتلة الشمال بتعدي من تحت الخيوط وبتعدي من داخل الحلقة بالشكل ده، واسحب الخيط واكون اول عقدة. الفتلة الشمال هعملها حرف الفور، وهعدي الفتلة اليمين من تحت الخيوط ومن داخل الحلقة واسحب الخيط. كده انا كونت عقدة مربعة. هشتغل بنفس النظام في باقي الخيوط. السطر التاني هشيل فتلتين شمال وفتلتين يمين بالشكل ده. طبعا ان هعمل بنقص في في الخيوط عشان تيجي معايا شكل المثلث. بشتغل بنفس النظام، باخد 4 فتلات، بشتغل على الفتلة اليمين الاول بعملها حرف الفور، وبعدي الفتلة الشمال من عليها، وبعد كده من تحت الخيوط ومن داخل الحلقة. بعد كده هشتغل على الفتلة الشمال، بعدي الفتلة اليمين من تحت الخيوط ومن داخل الحلقة. بعد كده هاخد 4 فتلات،
طبعا بنلاحظ ان احنا في فتلتين مشتركين في الغرزة، من الفتلتين نازلين من الغرزة الاولى او العقدة الاولى، وفتلتين من العقدة التانية بالشكل ده. هشتغل لحد اخر الصف. طبعا شلت فتلتين يمين وفتلتين شمال، وببدأ بشتغل في 4 فتلات عقدة مربع. طبعا ده الصف الاخير او السطر الاخير، برضو بشيل لفتين شمال او فتلتين شمال فتلتين يمين، واعمل عقدة مربعة. وهنا اتبقت لي عقدة واحدة بس هشتغلها، وبكده انا كونت كده مثلث بالشكل ده. هنا بقى هبدأ اشتغل بعقدة حلزونية، يعني الخيط دوت اول خيط هبدأ اشتغل عليه عقد حلزونية. طبعا هنصف الخيط بالشكل ده لاني هشتغل عليه على نص الخيوط. العقدة الحلزونية هجيب اول خيط يقابلني هلفه بالشكل ده على الخيط، وهعمل لفة. وطبعا العقدة الحلزونية بتتكون من لفتين، كل خيط بيلف مرتين على الخيط. باخد الخيط اللي بعده وبعمل برضو بيه عقدة بالشكل ده بتلف مرتين على الخيط. طبعا بشتغل على كل الفتلات اللي معايا لحد ما اوصل لرأس المثلث. زي ما عملت في الناحية اليمين هعمل بالظبط في الناحية الشمال. طبعا كل الخيوط هتعدي على الخيط اللي انا ماسكاه، وكل فتلة بتلف مرتين. واهم حاجة وانا بشتغل ابقى مثبتة ايدي ان الخيط يكون يجي معايا حرف السبعة كده بالشكل ده، بشكل مستقيم. انا هنا خلصت وهبدأ اشتغل على الفتلة اليمين عشان اقفل الشغل. انا هنا خلصت طبق القطعة بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ اقص الخيط واسويه بالشكل ده. هبدأ بقى اسرح الخيط بتاعي بالشكل ده. وطبعا المرحلة دي بقى اهم حاجة التسريح في الخيط عشان يديكي الشراشيب بتاعة القطعة مظبوطة. طبعا بعد ما اسرح هبدأ برضو اساوي الخيط بتاعي بالمقص.
لو لسه مكمله معايا لحد هنا يا ريت تدعميني باشتراك ولايك وتكتبي لي تعليق محفز وتقولي لي من اي بيت بتشاهديني. ودمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله.